انت متخيل ان في شركات مش محتاجه تقنعك تشتري المنتج بتاعها، لكنها بتقنع حد تاني هو اللي بيحدد انت هتشتري ايه بدون ما تاخد بالك. الحد ده هو التاجر نفسه. تعال اقول لك ازاي الشركات دي بتكسب التاجر عشان هو اللي يوجهك تشتري منتجاتها. الشركات الكبيره مش بتبيع لك، بتبيع للتاجر الاول. تخيل انك عندك محل بيبيع اسمنت، بيبيع اكسسوارات موبايلات، او حتى محل بقاله. قدامك كذا براند تبيعهم، بس في الاخر هتبيع اللي يكسبك انت اكتر. ده كده مش محتاجه تفكير يعني. الشركات الكبيره عارفه الموضوع ده وبتشتغل عليه قوي. بيعملوا حاجه اسمها تريدر لويالتي بروجرامز، او لويالتي بروجرام للتجار نفسهم مش للعملاء. كل كميه التاجر بيشتريها من المنتج بتاعهم بيدوا عليها نقط زياده. النقط دي بتتحول في النهايه لهدايا، خصومات، مكافآت. كل ما يشتري اكتر يكسب اكتر، وبالتالي التاجر ده يبدأ يفضل براند معين عن الباقيين ويملى بيه المحل بتاعه اكتر. مثال على ده ومن ارض الواقع، تاجر اسمنت بيبيع 3 براندات اسمنت مختلفة، لكن فجأة بدأ يبيع براند معين اكتر من غيره، لانه بياخد نقط زيادة على كل شكارة اسمنت يشتريها ويبيعها. النقط دي بعد كده بتتحول لخصومات وهدايا للتاجر، زي قسيمة شراء مثلا من محل الكترونيات كبير، او ممكن توصل لقسيمة شراء لذهب. التاجر بيبدأ يخلي المحل بتاعه فيه البراند ده اكتر من الباقيين، ولما يجيله عميل عايز يشتري اسمنت مش هيلاقي غير البراند ده. هل التاجر بيحب البراند ده فعلا ولا الموضوع كله فلوس؟ الحقيقة ان التاجر مش مرتبط تماما بالبراند عاطفيا، هو بيختار اللي بيكسبه اكتر، لكن العميل هو اللي بيثق في براند الاسمنت. وكل ما حد يقول قدامه عايز اسمنت، على طول هيقول له على الاسمنت بتاع البراند ده. الشركات الذكية هي اللي بتحول التاجر لشريك تجاري، مش مجرد واحد بيوزع ويبيع. فالخلاصة، التاجر مش لازم يحب المنتج عشان يبيعه، لكن لو الشركة عرفت تخليه يكسب اكتر من ورا المنتج بتاعها، المنتج تلقائي هيملى السوق. امال صحيح الشركات ازاي بتقيس نجاح الشغلانة دي بقى؟ هنا هنتكلم عن الميتريكس والكي بي ايز. استنوا الفيديو الجاي. سلام.